الشوط الثاني بقى اتفاجئنا بمستوى ذكاء مستر كولر مدرب النادي الاهلي. الراجل تحسه حفظ من الشوط الاول كل حاجه عن بطل امريكا الشماليه، لا وكمان قدر يحفظها للاعيبته اللي نفذوا تعليماته بالحرف الواحد، لدرجه ان بعد ربع ساعه في الشوط الثاني النتيجه بقت 3-0 للاهلي. كهربا والشحات جابوا الثاني والثالث غير اللي ضاع يا معلم، وشكلها حفله اهلاويه على الاراضي المغربيه. فضل الاهلي ضاغط وفريق سواندرز مش مستوعب اللي بيحصل. ده الاهلي المصري ده ولا ميكس ما بين السيتي وباريس والريال؟ شريف المخيف بينزل في اخر ربع ساعه فبيلاقي استسلام رهيب جدا من فريق سواندرز، فبيجيب جونين كده على الواقف عشان برضه يفكر جمهور نادي الزمالك بذكريات وحشه قوي بتعمل حرقان كبير. الحكم بيلاقي مفيش حل عشان يرحم فريق سواندرز غير انه يصفر، وبيعلن بكده تأهل المارد الاحمر للدور قبل النهائي، واللي